السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. بالنسبه لموضوع الانجليش، انا عايزه اقول لكم ابشروا بجد. الانجليش ده يعني كان يعتبر من اسهل المواد عندي في ثانويه عامه، لانه كان عامله كده وانت عامله كده تكنيك كده وطريقه بذاكر بيها الانجليش على طول. معروف ان انا هبدا النهارده اذاكر انجليش، همشي بالطريقه والسيستم اللي انا عاملاه. عندي مثلا في يومي درس انجليش، حاطه روتين لليوم بتاع درس الانجليش، حاطه روتين لكل يوم بخصوص ماده الانجليش، حاطه روتين اصلا للكلمات نفسها. كل حاجه في الانجليش كنت عامله كده تريكات، وكنت عامله كده هاكس في الانجليش ده. كان بجد بيخلّيني إنه لأ، الإنجليش ده كنت بادئة متقناه جدًا الحمد لله، وبفضل ربنا يعني جِبت 49 من 50 تقريبًا في الإنجليش يعني. فاللي هو الحمد لله يعني أنا عارفة كل تريكاته وعارفة أول إنجليش إيه وآخره إيه، وهاقول لكم إن شاء الله كل الحاجات دي في الفيديو بإذن الله. بس محتاجة ورقة وقلم قبل ما تبدأوا الفيديو، ورقة وقلم كده واكتبوا كل الحاجات اللي هاقول لكم عليها، عشان نركّز وتكونوا فعلًا مستفيدين من الفيديو استفادة تامة. ورقة وقلم جنبكم واكتبوا كل النقط اللي هاقول لكم عليها إن شاء الله. أول نقطة معانا وهي بخصوص وقت الإنجليش نفسه. الإنجليش اتساب له يوميًا لو أنت مثلًا محتاج إن أنت شايف إن أنت مستواك مش حلو في الإنجليش، أو شايف إن أنت محتاج تكون توصل level أعلى من المستوى ده في الإنجليش، محتاج إن أنت تسيب ساعة ونُص يوميًا للإنجليش. هو كده أنت تحط لنفسك كده، حُط لنفسك إنه كل يوم هاسيب ساعة ونُص إنجليش، كل يوم يبقى عندي ساعة ونُص كده دول للإنجليش، دول معروف إن هو في بداية اليوم أو آخر اليوم دول إنجليش. أنا بارجّح إن هم يكونوا في آخر اليوم. ليه؟ لإنه دلوقتي أنت شخص لسه مش متقن الإنجليش أوي، فأنت تبدأهم في أول يوم. في ناس مثلًا باتكلم عن الفئة اللي هي شبه شخصيتي، يبدأ اليوم مثلًا بمادة تقيلة أو حاجة هُم مش مذاكرينها كويس، مش فاهمينها كويس، يعني بييجي لهم شوية اكتئاب كده إن هُم مش عارفين الحاجات دي كلها ومش عارفين يذاكروا، والحاجات دي بالنسبة لهم صعبة والكلام ده كله، فبيكتئبوا بالأول. ولكن لو أنت مثلًا من الشخصيات دي زي ما قُلت لك في آخر اليوم الساعة ونُص بتوع الإنجليش. لو أنت مش كده الحمد لله خلّيهم أول النوم وأول كده من بعد الفجر إن شاء الله، خُد الساعة ونُص دول. فده أول حاجة بالنسبة لوقت الإنجليش، الساعة ونُص دول كل يوم، تمام؟ تاني حاجة، أنت عندك خطة يومية تعملها بخصوص الإنجليش، وعندك برضه خطة تعملها كل يوم في يعني الأيام اللي عليك فيها دروس إنجليش. يعني أنت كل يوم هتمشي بروتين معين كده في مذاكرة الإنجليش، ولكن أيام الدروس هيكون لينا طريقة تانية، وهيكون لينا برضه خطة تانية. هاتكلم دلوقتي عن الروتين عادي جدًا بتاع الأيام العادية اللي أنت ما عندكش فيها دروس إنجليش. المفروض تعمل إيه في الساعة ونُص اللي إحنا حددناهم يوميًا. إحنا قُلنا ساعة ونُص يوميًا مش مذاكرة، ساعة ونُص يوميًا عشان أقوي مهاراتي في الإنجليش، عشان أحسّن من نفسي في الإنجليش. عشان لو أنا باذاكر وما باعرفش أحل، أشوف إيه المشكلة وأصلّحها بالساعة ونُص دول. الساعة ونُص دول يوميًا بجد هيضمنوا لك إن الEnglish في خلال إن شاء الله أقل من شهر بإذن الله هتكون مقفّله، وتكون واثق من نفسك في الEnglish، وتكون عارف قدْر نفسك في المادة دي. ولمّا تعرف قدْر نفسك في مادة زي الEnglish هيدّيك ثقة كبيرة في بقية المواد صدّقني. طيب الساعة ونُص دول هنعمل فيهم إيه اللي هم يوميًا مش للمذاكرة ولا اليوم اللي عندنا فيه درس؟ الساعة ونُص دول من المفترض إن أنت تصحى إن شاء الله كده كل يوم، كل يوم هتذاكر مثلًا حوالي صفحة كلمات. أنتم عندكم مثلًا بتذاكر من أي كتاب، الGym، المعاصر، The Best، أي كتاب أنت بتذاكر منه. خُد مثلًا في الساعة ونُص دول تاخد أول حاجة تبدأ بيها مذاكرة في الساعة ونُص، تاخد صفحة كلمات، صفحة كلمات وبعدين تدخل بقى تحل بعدها. إحنا في الساعة ونُص هناخد صفحة كلمات بعدين نحل، صفحة كلمات بعدين نحل. طب صفحة الكلمات دي منين وأحل على إيه والكلام ده كله لسه بادئ، هاحل إزاي؟ أنت هتاخد صفحة كلمات، تمام؟ أنت مثلًا بادئ تذاكر هتاخد صفحة كلمات، أي صفحة أنت عايزها، عايز مثلًا من أول unit تبدأ، من تاني unit تمام، بس أنا باقول نبدأ خلّينا في الأول يعني، ناخد من الأول. أو في ناس تانية بتكون مذاكرة الأول كويس جدًا وبتكون على ما مشيت في المنهج بدأت تكروت واحدة، واحدة، فبتيجي اللي هو آخر unit دي بتكونوا لسه، أو آخر unit أنت واقف عندها في الدرس بتكون لسه مش مذاكرها كويس، أو لسه أنت يعني مش متقنة زي أول unit. فأنت عايز مثلًا تبدأ الساعة ونُص دول، أو تبدأ مثلًا مذاكرة حفظ كلمات بآخر unit أنت واقف عندها في الدرس. ما عنديش أي مشكلة إطلاقًا، أنا بس الفكرة عندي إن الصفحة الكلمات تتذاكر، الصفحة الكلمات تتحفظ. تالت حاجة عندي إحنا كده قُلنا ساعة ونُص نحفظ فيهم الكلمات، تاخد أي صفحة كلمات بعدين تحل. هتحل إزاي بقى وتحل على إيه؟ هتاخد مثلًا أي تدريبين 2، أي صفحتين 2 تحل عليهم، أي صفحتين. تقعد تمشي كده مع نفسك حتى لو مش على الدرس ده، مثلًا أنت هتاخد صفحة كلمات وتحل مثلًا على درس من قدّام أو أي حاجة، ما عنديش مشكلة. هتاخد بس صفحتين تدريبات. هتحل إزاي؟ عايزة بس أقول لكم تكنيك الحل في الEnglish. وأنت بتحل لازم يكون عندك كده tricks في الEnglish وأنت بتحل، بحيث إن أنت تكون فاهم أصلًا اللي حاطط السؤال ده هو حاطّه وعايز يختبر إيه هنا. هو هنا بيختبر حفظك للكلمات ديّة، هنا بيختبر أنت حافظ المرادف والمضاد، هنا بيختبر مثلًا أنت مذاكر الgrammar. إحنا عايزين نفهم السؤال ده محتاج مننا إيه، وبيختبر أنهي نقطة في الجزئية اللي هو محتاجها مننا، علشان أعرف أنا هاحل إزاي، أبقى عارف السؤال نفسه محتاج إيه، بيدور حوالين إيه، تمام؟ طيب السؤال مثلًا أنت هتيجي مثلًا تحل لقيته بيتكلم عن الكلمات، بيتكلم عن الجرامر، أي حاجة بيتكلم عنها، تبدأ تحل. حل مع نفسك كده، امسك الكلمة، امسك الجملة. والله ممكن الصفحتين دول ياخدوا منك الساعة ونص كلهم، صفحة واحدة تاخد منك الساعة ونص، مش مشكلة عندي أول مرة، أول مرة هتلاقيها أصعب مرة. تيجي مثلًا تحل عندك أول جملة، اقعد ترجم الجملة براحتك، ترجمها أنت بنفسك، نفسك بنفسك يعني.
بyourself مش بالموبايل ولا بأي application أو جوجل، لأ، أنت تترجم الصفحة دي بنفسك، تاخد الجملة دي تترجمها كلها كده يعني بنفسك كده، تمام، تمام، أنت ترجمت الجملة وعرفت الجملة ديّة محتاجة إيه وعايزة منك إيه الجملة ديّة، أنت خلاص عرفت معنى الجملة ديّة إيه، ما فيش مشكلة، أنت عرفت المعنى تمام. بعد ما تعرف معنى الجملة كلها، شوف بقى إيه الكلمة اللي تليق على المعنى واختارها، يعني إحنا بنحل دلوقتي بشكل بدائي جدًا، أنت بتترجم الجملة وبتفسرها وبتشوف إيه الكلمة اللي تناسب الجملة ديّة، إيه الكلمة اللي تنفع في السياق ده. أول مرة تلاقي صعوبة، تاني مرة هيبقى الموضوع أخف شوية، احتجت application وأنت بتترجم ما فيش مشكلة، بس تكون أنت حاولت واستخدمت شغّلت عقلك في الموضوع ده، مش على طول application على طول جوجل لأ. والEnglish محتاج practice، الEnglish محتاج أنت تتدرب كل يوم زي ما أنا قُلت لكم في روتين ساعة ونُص إن شاء الله، صفحة كلمات، صفحتين حل، صفحة كلمات، صفحتين حل. بعد ما تخلّص الحل هات فيديو بيحل على الموضوع ده، أو وأنت بتحل ممكن تجيب فيديو وتفهم المستر بيحل إزاي، تفهم دماغهم هُم بيفكّروا أصلًا بيفكّروا إزاي، ما فيش مشكلة برضه. أول أسبوعين كده نفهم الدنيا ماشية إزاي، ونجيب مدرس بيحل الأول وأنا أحل وراه أو أنا أحل معاه وأعرف الموضوع بيدور حوالين إيه، تمام، تمام. ده بالنسبة للساعة ونُص الروتينية اليومية كده، تمام. طيب بالنسبة لأيام الدروس، إن أنت بعد ما تيجي من الدرس هتقرأ أو هتذاكر اللي أنت أخدته في الدرس، تحفظ الكلمات بسرعة حتى لو أنت هتحفظها يعني كروتة كده، بس المهم تكون حفظتها وتسمعها لنفسك أول مرة تلاقي نفسك تمام، تحفظ الكلمات وتسمعها لنفسك بعد الدرس على طول، وتحل بعد الدرس، تمام. ياخد منك الوقت اللي ياخده، ما تحسبش بقى اليوم الدرس ده. وبرضه اليوم التاني بتاع الدرس، الحصة التانية اللي في الأسبوع ديّة المرة التانية، المحاضرة التانية اللي عندك في نفس الأسبوع، قبل الدرس بقى هتذاكر نفس اللي أنت أخدته المرة اللي فاتت، هتقعد تحفظ الكلمات تاني، أنت أصلًا حفظتها مرة بعد ما جيت من الدرس أول مرة، هتحفظها تاني المرة التانية قبل الدرس، احفظ النقطة دي، تحفظ الحاجات اللي أنت أخدتها المرة اللي فاتت، بعدين برضه تحل شوية كمان، وتشوف أنت ناقصك إيه في الدرس ده وتقعد تحله قبل الدرس كمان نفسه. الموضوع يا جماعة محتاج الموضوع سهل جدًا وبسيط جدًا، والEnglish ده لغة، محتاج أنت تقوي فيها النطق بتاعك الpronunciation، محتاج أنت تقوي الlistening، محتاج تقوي الreading. الEnglish يعني هو عبارة عن كده شبكة مع بعضها كده، وهي لغة جميلة جدًا وبسيطة جدًا، بس الفكرة محتاجة زي ما قُلت practice، ومحتاجة إنه ما يكونش عندي ملل وما يكونش عندي إحباط خالص، لإن الموضوع هييجي مع التدريب وهييجي مع الوقت، بس أنت تلتزم وتستمر، الاستمرار مفتاح هنا الاستمرار. وربنا يوفقكم يا رب، وعندكم أي مشكلة تانية اكتبوها في الكومنتس وإن شاء الله أرد عليكم، أنا باحبكم، مع السلامة.